السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اطلس في بي ان. التطبيق ده مساحته 16 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان انت تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر تفتح اي موقع محظور، تقدر تلعب العاب اونلاين مع اصحابك. الالعاب الاونلاين بسرعة عالية، الالعاب الاونلاين المحظورة في البلد اللي انت فيها تقدر انت تلعبها وتقدر تستمتع بيها وبالمميزات بتاعتها وتتسلى بيها. الفي بي ان ده كمان بيخليك كأنك فاتح من بلد غير البلد اللي انت فيها، وده بيفيدك بعد كده ان هو بيخفي الاي بي ادريس بتاعك من اي شبكة انترنت انت داخل عليها. محدش يقدر يعرف الاي بي ادريس بتاعك، محدش يقدر يعرف موقعك فين على الخريطة من خلال الجي بي اس. بيقدر كمان الفي بي ان ده يخليك تستمتع بالالعاب وبالتحميل التطبيقات اللي بتكون محظوره في البلد اللي انت فيها، او التطبيقات اللي بتكون خاصه بدوله معينه، زي تطبيقات خاصه بدول اوروبا، تطبيقات خاصه بالولايات المتحده الامريكيه، تطبيقات خاصه بدول اسيا. كل ده بتقدر انت تحمله وتقدر تستمتع بالمميزات بتاعتها. كمان بيخليك تقدر تفتح اي موقع محظور في البلد اللي انت فيها، سواء موقع اخباري، موقع اقتصادي، موقع ثقافي، موقع رياضي. كل ده بتقدر انت تفتحه وتقدر تشاهد الاخبار والاحداث اللي فيه المحلية والعالمية. ده الغرض من التطبيق وده فائدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفتره طويله وحمل التطبيق واكتشف فيه حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات كمساعده منه لاي حد تاني حابب ان هو يخش يشوف الفيديو على القناه. واحنا دايما بنثبت التعليقات سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمله يكون في حاجات ما تعجبكش سواء ايجابيه او سلبيه، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو تقول لي آه اشرح لي التطبيق ده مره كمان، او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك. كل الحاجات دي هعرفها لك في فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله علشان في بعض الناس بتخش على القناة تشاهد الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة، 10 شهور، سنة، أكتر من سنة، وبعد كده يكتب لي في التعليقات يقول لي أنا بعد ما حملت التطبيق لقيت في حاجات مختلفة عن اللي أنت قلتها، سواء الحاجات دي إيجابية أو سلبية. ده بيكون لأن أنت حملت التطبيق بعد نزوله فترة طويلة. أما لو أنت حملت التطبيق بعد نزول الفيديو بيوم، بيومين، بأسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي أنا قايلها الإيجابية والسلبية هي اللي موجودة بالظبط في التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.